كاتب أن رجلا نزل بعائشة. طيب ادخل عائشة. ادخل إيه؟ اقرأ. أن رجلا نزل بعائشة. طيب أنا جالس أشرح لك اقرأ معنى الحديث اقرأ الحديث، وليس اقرأ الحديث. أن رجلا نزل أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة إنما كان يجزئك أن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي خلاص فيه. انتهى فيصلي فيه. خلاص انتهى الحديث. جيد. في جارية هنا في الشرح كان في جارية. كان في راحت. أنا الحين جالس أشرح لك الحديث، أنت ما أنت قادر تعطيني. ما يصير تحط لي حفارات بالجارية، ما يصير طيب تحط لي اسمح لي أشرح حفارات الحديث، بالرواية. ما يصير. أنا الحين المستضيف، أنا الضيف. اي تشرح الرواية بما هو موجود، ما يصير تضيف اشياء ما موجودة. تقول لي مثلا أنا بس في حفارات، في دريل، في ناس تبني عمارات، في ناس يبنون اسواق ومحلات، في شخص يبني سوبر ماركت، في شخص عنده مول جنب الست عيشة سماه مول الست عيشة، ادخل واشرب حشيشة مثلا. حلو. مثلا هذا كله ما موجود بالرواية، انت شلون تحطه؟ شوف أنا اللي أمس جيتك وما قدرت أرد عليك، بس الحين أقدر أرد عليك لأنه فعليا الرواية بعد ما جلست ساعات أبحث فيها هذا اللي ظهر معي. هذا غلط يا عزيزي، كذبوا عليك، أنا أعتذر. لا ما كذب علي أحد. كذبوا عليك، تعرف ليش؟ قول ليش، قول كلمة ليش، تعلم، قل لماذا كذبوا علي. شوف يوم عرفت إني راح أحشر لك ما أنت قادر تخليني أسولف. أي نعم صحيح، قل لماذا كذبوا علي حتى أوضح لك. قل. ما حد كذب علي، أنا بحثت بنفسي، يعني أنا ما أكذب على أنت نفسي. بحثت بنفسك، كذبوا عليك برواية ثانية. هذه رواية بها رجل مجنب يتكلم عن نفسه، ركزوا وياي. يقول كنت نازلا على عائشة، هو يتكلم عن نفسه وعن جنابته الخاصة، يتكلم عن الDNA الخاص به. هذاك أن رجلا نزل بعائشة رجل خاص عنده DNA خاص به. هاي رواية وهاي رواية، هاي بيها جارية ذيك ما بيها جارية. شلون نحط لها جارية؟ ننزله من الأبل ستور مثلا شلون؟ طيب لو سمحت خلني أتكلم. فهمت؟ رد علي، رد على كلامي. فهمت. رد على كلامي، خلني أتكلم. رد على كلامي. خلني أشرح. يريد أبى أشرح اللي أنا. طيب خلني. ما يصير، رد على كلامي، احنا في نقاش علمي، مو جايب لي ورقة من الشيخ تريد تقراها، ما يصير. رد على كلامي، رد حتى يكون نقاش علمي، رد يلا. أعطني الكلام. أن الرواية الثانية بها جارية، الرواية الأولى ما بها جارية، كذبوا عليك، فكيف تضع في الرواية الأولى جارية؟ هذا شرح نفس صحيح مسلم، شرح الحديث اللي أنتم تقصدون في صحيح مسلم نفسه هو شرح الحديث تحت. صحيح مسلم يعني فما بالك. صحيح مسلم كان عرض موجود. الحديث. صحيح مسلم كان موجود في زمن عائشة؟ نعم. ما كان موجود. خلينا أسولف يا شيخ، خلني أخلص نقطتي. أنت الآن قلت أن صحيح مسلم هو اللي شرح الحديث، هو شرحه، كان موجود هو في زمن عائشة؟ ما كان موجود. هذا أولا. تم شرح الحديث. ثانيا التابعين. أنت جنابك الكريم يكذبون عليك وتنقل لي الكذب، ما أريد أقول عنك كذاب. تعرف ليش تنقل لي كذب؟ هذه رواية ثانية مو شرح، أنت خليت سويتها شرح. هاي نقطة مهمة. أنا والله ما أدري ما أدري كيف، يعني أشياء واضحة، يعني شيء غريب، يعني أنتوا ناس غريبين. شوف راح نوصل لنقاش مغفل إذا ما خلتني أشرح الحديث، ولا راح تخليني أوصل فكرة للناس اللي هذا ليس شرح، ما تفقه. هذه رواية ثانية ليس شرح، افتهم. خلني أقول الرواية الثانية. ما علينا بيها، إحنا علينا بالرواية الأولى. شوف يعني أنت متأكد أنها راح تضعف موقفك قدامي؟ يوم أقولها راح تضعف أنت موقفك قدامي. ما أنت واضح. خلاص. فكنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي، ورا شافتني الجارية، والجارية نمت وياها وخلصنا واغتسلنا ورحت ويا عائشة واغتسلت. هاي ما علينا بيها، احنا علينا ان رجلا نزل بعائشة اجنب، هو وعائشة اغتسلوا وخلصوا.
عندك كلام يا على هاي حبيبي. الرواية، عندك، ما عندك رواية ثانية ما أقدر أناقشك بيها. أعتذر، لأن أنت في بداية الاتصال إيش قلت؟ قلت تبي تدافع عن حديث أن رجلا نزل بعائشة، وإذا بك تنتقل إلى حديث ثاني، هذا عيب مثل نزع اللباس. هذا ليس حديث ثاني، هذا شرح للحديث هذا يا شيخ. هذا ليس حديث ثاني. دقيقة توقف، هذا ليس حديث ثاني. اقرأ الحديث الأول بسنده، واقرأ الحديث الثاني بسنده. يا تفضل. أن رجلا نزل بعائشة. بسنده ما يفتهم بسنده. سنده الأول عن علقمة الثاني عن عبد الله بن شهاب الخولاني، فهذا يختلف وهذا يختلف، افتهم. يا مولانا خلينا نشرح الحديث. شوف انت هيجي توصلنا لطريق مقفل، اني راح. نعم طريق مقفل، انا ما اصير مع احتراماتي لك، انا ما اصير مثلك مضحك يضحكون علي السنه. لازم تكون عالم. شلون تكون عالم؟ انت عندك هاي روايه وهاي روايه، هذا مو شرح، هاي روايه ثانيه اللي انت جايبها روايه ثانيه ما علينا بيها. هذا رجال اتجنب وعند عائشه وتونس وخلص ارتاح ولبس ملابسه وسبح، احنا علينا بالاول. طيب هذا الاول، هذا شرح يا شيخ، هذا شرح. مو شرح، روايه ثانيه. شرح الاول. لا روايه ثانيه هاي، روح في صحيح مسلم وشوف. اكتب الان، اكتب صحيح مسلم، اكتب، راح ابقى وياك اجر نفس اطول، او اكتب اللي اقوله، اكتب طيب. صحيح مسلم. ايوه. كتاب باب حكم المني. اسمعني. باب ايش؟ باب حكم المني. اسمعني زين، اقرا الروايه الاولى بهذا الباب بسندها، واقرا الروايه الثانيه بسندها بالسند. ما يحتاج تقرا كل الروايه، بس اقرا السند واول كلمتين من المتن، حتى اشوفك شلون الروايتين يختلفون. اقراها بصوت عالي. باب حكم المني صحيح؟ شلون؟ باب حكم المني. اي باب حكم المني. اي نعم. اي. وحدثنا يحيى. اي حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا. وحدثنا يحيى بن يحيى. اي. اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمه والاسود ان رجلا نزل بعائشه. خلاص هذا الحديث الاول، انتقل الى الثاني، اقرا الثاني تحته بالسند. الحديث الثاني. حدثنا عمر بن حديث وحدثنا عمر بن حفص. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اقرأ البعد. حدثنا قتيبة بن سعيد. كمل. حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن حسان. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد بن سليمان. حدثنا أبي عروب جميعا عن أبي معشر. اللي هو عبد الله بن شهاب الخولاني. نعم. شوف شلون الرواية تختلف. شوف، مو قلت لك كذبون عليكم؟ شوف ما تختلف يا شيخ. هذا كلام، هذا نقاش ثاني يختلف. ما تختلف الجنابة وحده. اي صحيح. شوف الان انت اكتشفت، الان كفرت بربك. شوف هذا الشيء يعني يعجبني الشرح بربه، لان ما يسوى يا شيخ. انت دائما توصلنا لطريق مقفل يا شيخ. انا الحين فشوف، فاذا هذه روايه تختلف عن روايه ان رجلا نزل بعائشه، وانت كنت تكذب علينا، وانت تنقل كذب السنه وعلماء السنه ورب السنه ونبي السنه اللي كلهم يكذبون علينا. ما هو ان رجلا نزل بعائشه شرحها كنت نازلا بعائشه. لا، أنا على كل هذا ريال وذاك ريال، وهاي رواية وهاي رواية. جيد، روح ابحث أكثر وتأكد أكثر، لعله يطلعون ضاحكين عليك وأنت ما تعرف. طب خليني أشرح.
شلون تشرح؟ طلع مو عندك- شرح، طلعت روايه ثانيه. ما يصير بعد، لا ما يصير انت اخليك تخطب خطبه الجمعه، روح شوف لك مسجد واخطب عليهم، العب بيهم. يا شيخ اقسم مو بالله طلعت روايه يقول ما خليتني اقرا الروايه. مخبل هذا والله، مو صحي. خطيه مسكين انصدم. الروايه الثانيه. طيب لا ما لك حق تقرا الروايه الثانيه. انت اول ما اتصلت ايش قلت؟ قلت ابي اشرح حديث ان رجلا نزل بعائشه. شبيك؟ وك والله عيب. نبي ما عندكم انتم، شبيكم طايحين الحظ؟ شبيكم؟ ما شوف انا ما جبت ساري. وش بيكم؟ ما عندكم لا نبي، لا من رب، لا من دين، لا من مصحف. ايش بيكم؟ انت مو اتصلت قلت حديث ان رجل نزل بعائشه، هاي فشلت. يا ابني تغيروا المعاني، فهمكم التعبان ذا. اقول لك بشرح الحديث ما ترى تخليني اشرح الحديث. يا شيخ اتق الله يا شيخ. شكرا لك.